كان الحاج المعطي فلاح معروف بالصبر والنية الصافية. كان عنده واحد الحقل في جنانات الجبل، أرض قاصحة وصعيبة، ولكن المعطي ما كانش كيمل. الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة هي الماء. البير اللي حفر كان ديما ناشف والزرع بدا كيصفر. واحد الليلة ملي كانت الماكينة ديال الضو طافية، خرج المعطي يسقي بماء خالي من المخزون. وهو جالس حدا البير سمع صوت غريب كيجي من الداخل ديال البير، صوت بحال دندنة مألوفة ولكنها قوية. فجأة بدات الأرض كتهز وخرجت وحدة من صحاب المكان. ما كانتش وحش كيخلع، بل كانت مرة طويلة بجمال غريب، لابسة قفطان بلون الربيع وعينيها كيلمعوا بحال النجوم. قالت ليه: يا المعطي، نيتك سبقاتك. هاد الأرض اللي كتحرط فيها هي سقف الدار ديالنا، عرقك يوصل لينا وصبرك عاجبنا. المعطي واخا كان خايف لسانو ما خانوش، قال لها: لا، انا ما باغي الا الستر وما يحيي هاد الزرع. الا كنتو جيران فالجار كيوصي عليه النبي. ابتسمات مولات البير وعطاتو شروطها: الامانه، البير غادي يولي عامر بالماء، ولكن ممنوع يسقي منه شي حد بنيه خايبه او يبيع الماء للناس. اول حصاد من كل موسم النصيب ديالو يمشي للمساكين والايتام قبل ما يدخل لدارو. والاهم من هادشي كامل هو هاد اللقاء يبقى بيني وبينه. من داك النهار بدلات حياه المعطي. البير عمرو ما خوا، والزرع ديالو ولا كيتضرب به المثل في السوق. الخضره كبيره وحلوه، والغله وافره بشكل كيحيي العقل. الناس بدات